في ممثل واحد بس عادل امام شخصيا شهد له بالموهبة الفذة، بس هو حاليا بيحرج نفسه بأسوأ طريقة ممكنة. بعد ما بقى نجم بسرعة محدش توقعها، بدأ في الانهيار وبدأ يكتب لحظاته الأخيرة بإيد. بس النهاردة نفس الناس اللي كانت بتقول عليه مستقبل الكوميديا بقت تسأل سؤال تاني خالص، وهو هل علي ربيع انتهى كده خلاص ولا عنده فرصة انه يرجع؟ بس لازم الأول تعرفوا هو دخل المجال ده ازاي، والغريبة ان دخوله ما كانش ليه علاقة بالتمثيل خالص. كان طالب في كلية التجارة جامعة القاهرة، وفي يوم حر جدا دخل مسرح الجامعة، بس مش عشان يمثل، مش عشان اي حاجة، عشان فيه تكييف جوه. انت فاهم الهدف بتاعه؟ وصاحبه شافه وقال له جرب تمثل معانا، ده عليه انت فاهم غلط، انا جاي هنا عشان التكييف بس صاحبه دبسه ودخله معاه في الفريق. وعلي ربيع ما كانش فاهم ان دي بداية اهم نقطة في حياته، وفعلا بعد ما جرب حب الموضوع وبدأ يعمل مسرحيات في الجامعة. واحدة فيهم بالتحديد لفتت النظر حد مهم وخلته يدخل مشروع هيغير حياته بالكامل. المشروع ده اسمه تياترو مصر، وسنة 2013 والناس وقتها كانت متأكدة ان المشروع ده مش هيعيش اكتر من شهرين. بس حصل العكس تماما، وعلي ربيع كان اكتر واحد لفت الانظار فيهم بسبب حاجات كتير، اولهم الكاركتر بتاعه، الشعر، تعابير الوش، التلقائية والعفوية الغير مصطنعة بالمرة، لدرجة ان في العروض بقى بينسى النص اصلا، فبيبدأ يألف اي حاجة وهو واقف، والجمهور حرفيا منبهر وعمال بيضحك، بس لدرجة انها بقت ترند انهم ينسوا النص ويقعدوا يألفوا. وهنا بالظبط جت اللحظة اللي بدأنا بيها الحلقة، لان لما علي ربيع عمل مع محمد امام كابتن مصر، عادل امام كلمهم على الهوا وقال له الليلة ده عامل دور شكوكو يا فندم. ده وضع عبيط قوي على فكرة. ايه ده؟ علي ربيع عبيط قوي. لا بس علي يا فندم يعني برضه في كده برضه يعني ايه يعني برضه واعد برضه ان شاء الله، ولا رايح حضرتك في ايه؟ كلهم واعدين كلهم. بس على فكرة ما تاخدش الجملة دي باستهزاء، لان الجملة دي من شخص زي عادل امام بتعني الكثير. وعلشان كده بنرجع لتياترو مصر اللي تحول لمشروع مسرح مصر، وانتشر انتشار مش طبيعي، نجح في كل حتة. مفيش عيلة في مصر تقريبا ما شافتش المسرحيات بتاعة علي ربيع والشلة دي كلها. وبرضه هو كان ليه منافسين قويين في المسرح معاه في نفس المكانة تقريبا، زي مصطفى خاطر اللي كان عنده شخصيات قوية ومعلقة مع الناس زي عم شكشك. كان علي ربيع كان برضو دخلته بتخطف الكاميرا، وكان هو اكتر واحد باين فيهم. وعلشان كده عمل في 2016 فيلم من بطولته اللي هو فيلم حسن وبوجي. ومن هنا بدأت رحلة النجومية الحقيقية لعلي ربيع، افلام، مسلسلات، كل سنة تقريبا شغلانة جديدة. بس هنا مع كل النجاح ده بدأ يظهر سؤال في دماغ الناس، مش عن نجاحه لكن عن حاجة تانية خالص. عشان تفهم السؤال ده محتاج تعرف ايه اللي عمله علي ربيع فعليا في كل الادوار دي. كل ما يطلع في شخصية بتلاقيه الشخص اللي مش فاهم اي حاجة، تصرفاته غريبة، تحسه اقرب حاجة الى الليمبي كده، لكن الليمبي مع لزمات في الكلام وطريقة كلام جديدة مميزة عن الكل. انما علي ربيع شعره، شكله، طريقة تفكيره البلهاء، شخصية الغبي اللي ما بيفهمش اي حاجة، كانت في كل افلامه ومسلسلاته ملازماه. يعني لو سألته انت دخلت كلية التجارة ليه، هيقول لك علشان كانت قريبة. الراجل ده يعني قمة الروجان وسهولة، وده حلو كإنسان. بس مع الوقت الجمهور بدأ يلاحظ ان هو كل مرة بيعمل نفس الشخصية، في كل عمل نفس الحركة، نفس الإفيه، مش شرط نفس الإفيه كلاين، ولكن نفس طريقة الإلقاء، نفس الروح، نفس كل حاجة. الناس قبل ما تدخل الفيلم بقت عارفة ايه اللي هيحصل جواه أصلا. خلينا حتى نبص على آخر فيلم هو عمله علشان هيغير نظرتك بالكامل عن علي ربيع، وهو فيلم بعد الشر. وهو بعد الشر فعلا عليك ابو صحاب من انك تشوف الفيلم السيء ده. فيلم سطحي جدا في القصة، في الشخصيات، النهاية كانت أعبث ما يكون. ولو علي ربيع استمر في النوعية دي هيكون بيكتب سطر النهاية بإيده، لأن الإجابة مش في موهبته ومش في أرباحه، الإجابة في حاجة واحدة بس: التكرار التكرار التكرار. الجمهور ممكن يسامحك على فيلم او 2 أو 3، بس لو حس انه عارف اللي هيشوفه قبل ما يدخل يبقى هيدخل ليه؟ ما هو هيدور على حد غيرك يوري له حاجة ما شافهاش قبل كده، هو داخل برضه يستمتع. لو استمر على ده يبقى خلاص انتهى فعلا علي ربيع، مش بموت موهبته لانه فعلا موهوب، لكن بتكرارها لحد ما فقدت
قيمتها عند اللي كانوا بيحبوها بالذات. بس خلينا اسيبك مع سؤال اخير قبل ما تقفل الفيديو ده. مفيش حقيقه اسمها نهايه حقيقيه في الفن. علي ربيع لسه قادر يغير، يجازف، يطلع من الجالب اللي حبس نفسه فيه بايديه. فالسؤال مش هل هو انتهى، السؤال هل هيختار يرجع تاني؟ وبس كده. قولوا لي في الكومنتات شايفين علي ربيع محتاج ايه علشان يرجع للقمه تاني. وما تنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.